السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. جمهور الزمالك بقى بينام ويصحى حرفيا يقول كهربا مبدئيا كده. والمشكلة انا بقول لكم احنا خلاص نسينا التحفيل. المشكلة ان احنا حتى مش عارفين نشمت. عارف انت لما تجيلك فرصة عشان تشمت في حد، فانت مش عارف اصلا انت مش عارف تعمل ده، انت نسيت ده. احنا ما بقيناش نفرق ما بين الشماتة، وانا مش عارف مش عارف اقارن ايه بايه. يعني احنا بنشمت في كهربا، وانا دلوقتي هكلمك على كهربا وارقام كهربا واللي محققه كهربا، عشان تعرف ان احنا بنضحك على نفسنا او بنوهم نفسنا ان كهربا في موضع شماتة. بامانه يعني بجد، فالموضوع غريب جدا. هكلمك عن رحيل كهربا وعلي معلول عن النادي الاهلي، واسمع الفيديو للاخر. ما اتمنى ان اللي يكتب كومنت يكون سمع الفيديو مش كتبه على حسب العنوان، لان العنوان حاجة حقيقية حاصلة والميديا كلها بتتكلم عن كده. انا هكلمك واحدة واحدة، ولكن هاخدك في سكة جمهور الزمالك وتحفيله على كهربا الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب، ومعاكم أكبر بائس محلي بطل الكونفدرالية 2024 راموس الغلابة. قبل أي حاجة أتمنى من كل إخواتي اللي بيدعموني لايك للفيديو وشير في كل حتة، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. وأهم حاجة ما ننساش إخواتنا في فلسطين من الدعاء، ربنا ينصرهم ويأيدهم بنصره ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد رميهم، اللهم آمين. وإخواتنا في السودان ربنا يزيح الغم عنهم يا رب وعن الأمة العربية كلها. ويلا نبدأ حلقتنا. رحيل كهربا عن النادي الأهلي. رحيل كهربا عن النادي الأهلي، ومارسيل كولر ادى الضوء الأخضر للموافقة على رحيل كهربا لو جاله عرض كويس، وتقريبا هيكون في الدوري السعودي. القصة بقى عندي هنا في إيه؟ القصة هنا عندي في إعلام الزمالك أو صفحات الزمالك أول ما استلمت خبر رحيل كهربا وبيشمتوا في كهربا. وروني بقى هتصحى على 13 ازاي. شفت حتى الشماتة؟ شوف الشماتة عاملة ازاي. بيقولوا الكهربا وريني هتصحى على 13 ازاي. انت فاهم؟ يعني كهربا لو ما صحاش على 13 يبقى لاعب فاشل. انت فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ انتوا وصل لكم انا عايز اقول ايه؟ يعني كهربا لو ما خدش ال 13 الافريقية اللي هو خدها 3 مرات مع الاهلي يبقى لاعب فاشل، يبقى وحش. يلا نشمت فيه. ده الاهلي رماه. انت متخيل؟ طيب، اولا برضو اعلام الزمالك وصفحات الزمالك بتقول لك كهربا مبطل، كهربا دكه، كهربا مالوش لازمه مع الاهلي. فتعال نبص لارقام كهربا. تعال نشوف مين الاكتر لعيبه مساهمه بالاهداف في فتره مارسيل كولر. تعال نشوف مع بعضينا كده. اكتر لعيبه مساهمه بالاهداف مع مارسيل كولر: نمره 1 علي معلول 38 مساهمه تهديفيه. نمره 2 محمود عبد المنعم كهربا 38 مساهمه تهديفيه. ده المبطل، ده المشحر، ده اللي الاهلي رماه، ده الدكه، ده اللي بيتكلم بس هو بتاع لقطه وبيطلع يتكلم في الاعلام كتير، تمام، لكن هو في نفس الوقت بيأدي في الملعب. ومن اكتر اللعيبه مساهمه بالاهداف في فتره مارسيل كولر او مع النادي الاهلي بالتساوي مع علي معلول 38 مساهمه. ونمره 3 حسين الشحات ب 35 مساهمه. فانا كده رديت عليك في حاجتين. اول حاجه، فين مبطل؟ فين دكه؟ فين ما بيلعبش؟ انا عايز افهم. ما الراجل مأدي، ما الراجل اكتر مساهمه بالاهداف مع كولر، ما الراجل فايز مع الاهلي ب3 دوري ابطال افريقيا، 3 او يا عم ب2، اللي هي 22 او اللي هي 23 و24، فايز ب2 دوري ابطال افريقيا مع الاهلي. انا مش عارف هو في ال11 بتاع كايزر تشيفز كان موجود ولا لا، يا ريت تذكروني. ال11 بتاع كايزر تشيفز. واحد يقول لك ده خد البطوله وهو دكه. كهربا خد البطوله وهو دكه. انتوا بتقولوا إيه يا جماعه؟ واحنا في عالم تاني ولا احنا فين؟ ولا انتوا مين؟ ولا احنا ايه؟ كهربا البطوله اللي قبل اللي فاتت كان هداف في دوري ابطال افريقيا. يعني كهربا في البطوله اللي قبل اللي فاتت
اللي هي على حساب الوداد كان هداف دوري ابطال افريقيا. كهربا البطوله اللي فاتت ديت واخد افضل هدف في دوري ابطال افريقيا اللي جابه في الهلال السوداني. فكروني معلش عشان الدنيا متلخبطه عندي، هل الهلال السوداني ده كان السنه بتاعت الوداد ولا ايه الدنيا؟ لا، الهلال السوداني ده تقريبا السنه بتاعت الوداد، صح كده؟ لان السنه دي افضل هدف كان هدف وسام ابو علي، صح. فكهربا السنه اللي قبل اللي فاتت هداف دوري ابطال افريقيا، افضل هدف في دوري ابطال افريقيا. وكهربا السنه دي اعتقد مساهم مع الاهلي بثلاث اربع اهداف مثلا في دوري ابطال افريقيا السنه دي. انا فاكر ان هو سجل كذا هدف. ففين اللي دكه؟ فين اللي لاعب مش مؤثر؟ بقول لك السنه اللي قبل اللي فاتت اللي هي سنه 23 هداف دوري ابطال افريقيا، هداف الاهلي. يبقى فين اللي مش مؤثر؟ في فتره مارسيل كولر كلها، في السنه ونص اللي مارسيل كولر قاعدهم، هو اكتر مساهمه بالاهداف بالتساوي مع علي معلول ب 38 مساهمه في سنه ونص. يبقى فين اللي لاعب مش مؤثر؟ فين شاور لي على الحته اللي انت هتشمت فيها في كهربا عشان اشمت معاك وانا زملكاوي، عشان نحفل مع بعضينا على كهربا. طيب يا عم، تعال نشوف. الاهلي هيرمي كهربا زي ما صفحات الزمالك بتقول، وهيرميه كده، ارمس يا ولا يا كهربا هرميك. وهيرميه فين وبكام؟ العرض اللي جاي الكهربا اولا من الدوري السعودي. الدوري السعودي، تخيل الاهلي لما يرمي كهربا هيرميه في الدوري السعودي. انت فاهم حاجه ولا انتوا معايا ولا مش معايا يا جماعه ولا ايه؟ صحصحوا الدنيا كده. يعني الاهلي لما هيرمي كهربا هيوديه الدوري السعودي. فين بقى في الدوري السعودي؟ لنادي الرائد السعودي. بكام بقى يا عم راموس؟ اتفق نادي الرائد مع وكيل اعمال اللاعب محمود كهربا وتقديم عرض اعاره لموسم واحد بقيمه 1,800,000 دولار. انا عايز اترمي الرميه دي يا جماعه، مفيش حد يرميني الرميه دي. يعني لما الاهلي هيرمي كهربا هيوديه سنه اعاره في الدوري السعودي في الرائد السعودي ب1,800,000 دولار. هي فين الشماتة يا اخوانا؟ بعد اذنك، بعد اذن الزملكاويه اللي بتتابعني، انا هقرا الكومنتات. اكتبوا لي كده الشماتة اللي انتوا بتشمتوا فيها على كهربا. من حيث الدكه فهو اساسي مع الاهلي، من حيث انه ملوش لازمه فهو من هدافين النادي الاهلي مع مارسيل كولر، من حيث ان هو دكه ده هداف دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت. فين بقى؟ فين المعايره؟ واخد دوري ابطال افريقيا مرتين مع الاهلي او 3 تقريبا، في كايزر تشيفز والوداد والترجي. فين؟ طب شاور لي على الشماته. واحد هيمشي سنه اعاره ب1,800,000 دولار، فين الشماته في كده؟ انا عايز افهم. واحد يقول لك يا عم ده رايح الرائد السعودي، ده الرائد السعودي بينافس على الهبوط. يا عم رائد سعودي مين؟ ده كهربا عنده 32 سنة. طب شيكابالا افضل لاعب في تاريخ الزمالك زي ما انتوا بتقولوا، والاسطورة لما مشى من نادي الزمالك، والكلام ده من فترة كبيرة، كان شيكابالا اصغر من كده، يعني كان تقريبا ممكن يكون كان في عمر كهربا، راح الرائد السعودي اللي بينافس على الهبوط. ازاي الحال؟ شفت ان احنا حتى في الشماتة فاشلين، حتى في الشماتة فاشلين، مش عارفين نشمت. بنخترع حاجة وبنخترع حالة نحط فيها كهربا عشان نشمت فيه. لكن ايه الشماتة في كده؟ واحد بطل دوري ابطال افريقيا 3 مرات مع الاهلي، الاكثر مساهمه تهديفيه مع النادي الاهلي، هداف دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت. اعتقد ان شيكابالا عمره ما كان من ضمن حتى هدافين دوري ابطال افريقيا. هداف دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، مساهم بشكل كبير جدا في دوري ابطال افريقيا السنه دي، ماشي بشكل كويس مع النادي الاهلي. يوم ما الاهلي يرميه هيوديه اعاره للدوري السعودي لنادي الرائد ب1,800,000 دولار. فبعد اذنك لو انت شايف شماتة شاور لي عليها عشان اشمت معاك، واكتب عنوان فيديو كده هنشمت في كهربا. فانت بتوهم نفسك، للاسف احنا بنوهم نفسنا. طب بالنسبه لعلي معلول، قال لك خلاص الاهلي هيستغنى عنه. مفيش الكلام ده يا جماعه. علي معلول لسه منزل صوره امبارح بتيشيرت النادي الاهلي وقلب والدنيا زي الفل. مفيش الكلام ده. علي معلول
هيتجدد له بس مش هيتسجل دلوقتي، يعني مش هيتسجل الموسم ده لانه تقريبا مش هيحضر معظمه. هيتسجل في اقرب فترة انتقالات لما يقف على رجليه ويبدأ يرجع للملاعب تاني، لكنه مش هيرميه النادي الاهلي. تعالى بقى نرد اصلا على ان الاهلي هيسيب لعيبه عموما بقى، عشان كل اللي انا قلته ده لو فعلا الاهلي هيمشي كهربا وعلي معلول. تعالى بقى نشوف رد قناه النادي الاهلي ايه. الاعلامي محمد سعيد على قناه النادي الاهلي قال لك ايه بقى؟ كل ما قيل عن رحيل لاعبين من النادي الاهلي غير صحيح بنسبه 99.9%. مارسيل كولر قال: هل من المنطقي اطلب الاستغناء عن لاعبين وانا عندي 19 مباراة في الدوري؟ مستحيل اي مدرب يعمل كده. ده غير ان وسام ابو علي اتصاب كمان، وربنا يستر. وسام ابو علي اصاباته كتير، يعني ربنا يستر، لان تقريبا مع النادي الاهلي هو لسه جاي اتصاب 3-4 اصابات لحد دلوقتي، فربنا يرجعه بالسلامة. هياخد له من 10 ايام ل 15 يوم. في الفترة دي مين بقى اللي هيكون شايل النادي الأهلي هجوميا؟ موديست وكهربا. موديست ما اداش بشكل كويس، هيكون بديله كهربا. يبقى ازاي هيمشي كهربا؟ ازاي؟ ده هو في امس الحاجة الكهربا دلوقتي، لان خلاص موديست عقده بيخلص ووسام ابو علي هو مصاب، فكهربا هو اللي هيكون مهاجم النادي الأهلي. ولو مش كهربا هيكون موديست، وكهربا هيكون له دور، ينزل الشوط الثاني، ينزل الشوط الاول والشوط الثاني موديست، كده زي ما بيعمل كولر. فبالعقل وبالمنطق كده، انا بس في الاول اخدتك لناحيه الشماته في كهربا. انا ما كذبتش الخبر، انا قلت الخبر ورديت على قصه الشماته في كهربا، ان انا مستغرب الزملكاويه بيشمتوا في كهربا على ايه بالظبط. راجل محقق بطولات مع النادي الاهلي في 3 سنين مفيش لاعب في الزمالك حققها في تاريخه. راجل هداف دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت اهي، السنه اللي فاتت اللي لسه خالصه بقالها 6 شهور، هو هداف دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، وفايز بافضل هدف في دوري ابطال افريقيا اللي جابه في الهلال السوداني. راجل السنه دي مشارك في اكتر من مباراه مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا برضه، ويا ريت لو تذكروني هو جاب كام جول في دوري ابطال افريقيا امام الترجي. راجل كسب الاهلي على الزمالك في السوبر، واحرز هدف في الزمالك وصنع هدف. يبقى فين اللي مبطل، ولا فين اللي دكه، ولا فين اللي مش مؤثر؟ بس انا كده خلصت حلقه النهارده، شكرا جدا لكل اللي بيتابعوني وبيدعموني. السلام عليكم.